قناة المهدي قادم تقدم المهدي بن الحسن والحسين، إنه لقاء النورين. في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي إسحاق عن هاني عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ما كان أسفل من ذلك. حقا أمر الحسن والحسين هو كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، مشيرا إلى الحسن والحسين، إلا أن الحسن رضي الله عنه هو الجد المباشر للمهدي عليه السلام. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو على المنبر أشار إلى الحسن رضي الله عنه: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين، كما قالها صريحة صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما أشار إلى السبط الحسن رضي الله عنه وقال: لا تقوم الساعة حتى يخرج من ضأضأ ابني هذا من يصلي عيسى بن مريم خلفه، والضأضأ يعني عظام الظهر. فالأمور هنا محددة وأكثر ثباتا ووضوحا بأن المهدي من نسل الحسن رضي الله عنه. وذكر الحافظ القنوجي في المهدي أنه من ولد فاطمة من أولاد الحسن عليه السلام، وقيل من نسل الحسين عليه السلام، وقيل من ولد عباس، والأول أصح. وقال بعض حفاظ الأمة وأعيان الأئمة أن كون المهدي من ذريته صلى الله عليه وصحبه هو مما تواتر عنه، فلا يسوغ العدول والالتفات إلى غيره. ويرى محقق كتاب الفتن الأستاذ سمير ابن أمين الزهيري أن روايات أنه من ولد الحسن أرجح تماما من روايات أنه من ولد الحسين. عن عقبة بن الحارث قال: صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الفجر ثم خرج يمشي ومعه علي، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي رضي الله عنه يضحك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، كث اللحية، أكحل العين، براق الثنايا، في وجهه خال، أقنى، أجلى، في كتفه علامة النبي، يمده الله ب3,000 من الملائكة يضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم. وليس معنى قول علي في روايات أخرى أن المهدي هو فتى من قريش أنه بالضرورة من مواليد مكة المكرمة. وعن قتادة قلت لسعيد بن المسيب: المهدي حق هو؟ قال: حق. قلت: فمن هو؟ قال: من قريش. قلت: من أي قريش؟ قال: من بني هاشم. قلت: من أي بني هاشم؟ قال: من بني عبد المطلب. قلت: من أي عبد المطلب؟ قال: من ولد فاطمة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله،
المهدي منا أئمة الهدى أم من غيرنا؟ قال بل منا، بنا يختم الدين كما بنا فتح، وبنا يستنقذون من ضلالة الفتنة كما استنقذوا من ضلالة الشرك، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم في الدين بعد عداوة الفتنة كما ألف الله بين قلوبهم ودينهم بعد عداوة الشرك. وفي مخطوطة صغيرة الحجم عبارة عن 60 ورقة يحوزها أحد الدمشقيين، عنوانها المهدي المنتظر، آيات وبينات وعلامات، منسوبة لعالم شامي اسمه النعمان بن عبد الرحمن الطائي، رواية عن سيدنا علي كرم الله وجهه. رواية يقول فيها المهدي ولدي يخرج في آخر الزمان، يجمع الأمة على كتاب الله، أبيض اللون، مشرب بالحمرة، مفتح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، قلبه أشد من زبر الحديد، له راية إذا هزها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، ومفتح البطن أي واسعة وعريضة. قال الفيروز آبادي، البدح كسحاب، وهو المتسع من الأرض، والبدح بالكسر هو الفضاء الواسع، وامرأة بيدح أي باد، والأبدح الرجل الطويل السمين. في المهدي في جسده بعض الامتلاء والقوة، ومنكباه عظمهما قوي، فالمشاش بالضم رأس العظم، وهز رايته يتجاوب معها كل الأمة، لعل ذلك رمز على الطاعة الكبيرة له.